الذبابة البيضاء من أخطر الآفات الزراعية اللي بتسبب خسائر كبيرة للمزارعين لأنها بتتغذى على عصارة النبات، وكمان بتنقل فيروسات خطيرة بتأثر على قوة المحصول وجودته. وطبعا عشان نعرف نكافحها صح لازم الأول نفهم دورة حياتها بتمشي إزاي. أول مرحلة وضع البيض. الأنثى بتحط البيض تحت الورقة ولون البيض بيتغير قبل الفأس. تاني مرحلة الحورية المتحركة. بتكون حورية صغيرة بتتحرك لحد ما تلاقي مكان مناسب على الورقة، وبعدها تبدأ تمص عصارة النبات. تالت مرحلة الحوريات الثابتة. الحورية بتثبت مكانها وبتبدأ تتغذى بشكل مستمر، وهنا بيظهر ضعف واصفرار على النبات. رابع مرحلة طور العذراء، ودي مرحلة ساكنة قبل ما تتحول الحشرة لشكلها الكامل. خامس مرحلة الحشرة الكاملة. بتظهر الذبابة البيضاء الكاملة وبتطير وتبدأ تنقل الإصابة من جديد. ومن أعراض الإصابة اصفرار وضعف في النمو وتجعد في الورق وظهور مادة عسلية، وكمان العفن الأسود على النبات. ولو عايز تعرف طرق المكافحة الصح ومعلومة زراعية تهمك، تابع صفحة الوطنية للمبيدات الزراعية.